السلام عليكم، جمعة مباركة عليكم جميعا، على كل حبايبنا في قناتكم على اليوتيوب، حصريات الأهلي وصفحتنا على الفيسبوك. هنتكلم بس النهاردة كده سريعا عن موضوع مهم قوي بيؤرق النادي الموسم اللي جاي، وهو موضوع قلب الدفاع أو كارثة الأهلي الدفاعية. هبقى برضو حابب إن انتوا تشاركوني الرأي في الكومنتات الخاص بالموضوع ده. يا جماعة لحد دلوقتي مفيش توجه من النادي. كل الأخبار اللي طالعة لنا واللي جاية إن مفيش توجه للتعاقد مع أي صفقة مدافع حتى الآن، واللي أنت هتخش الموسم اللي جاي بالمجموعة المتواجدة حاليا، اللي هي طبعا ياسر إبراهيم، ياسين مرعي اللي كان بيلعب مع معظم الماتشات، وهادي رياض، وطبعا عمرو الجزار اللي مش شارك ولا أي ماتش الموسم اللي فات، مش شفناه في أي ماتش. بلس عليهم مع المعارين اللي راجعين اللي هم الشباب، أحمد عبدين ومعتز محمد. لو هنتكلم كده على كل واحد منهم على حدة وعلى المستوى اللي قدمه الموسم اللي جاي، هنكتشف ان احنا قصاد كارثة كبيرة قوي كانت سبب في مشاكل كبيرة واجهتنا الموسم اللي فات، وأثرت على البطولات اللي احنا يعني خسرناها الموسم اللي فات. طبعا احنا مركزين قوي على مراكز وسط الملعب والهجوم، وشايفين الصفقات وشايفين الصفقات اللي بتتم حاجة طبعا على أعلى مستوى. بس برضو المشكلة الرئيسية ما اتحلتش، وانا برضو هبقى حابب اخد رأيكم في وجهة النظر اللي انا بقولها وبعرضها، ويا ريت برضو تشاركوني. وبرضو لو انتوا ترشحوا مدافعين للنادي ممكن يكونوا متواجدين، برضو احب اسمع وجهة نظر. اول لاعب طبعا ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم الموسم اللي قبل اللي فات احنا مش ننساله الموسم التاريخي اللي عمله والملحمة اللي قدمها، وان هو ساهم في بطولة الدوري. بس الموسم اللي فات انا من وجهة نظري كان موسم كارثي لياسر ابراهيم. طبعا مع السن ياسر برضو المستوى مش احسن حاجة. انا عارف ان الكلام ممكن يزعل ناس كتير من الاهلاوية. ياسر لعيب راجل ومقاتل، بس ياسر الموسم اللي فات عمل كوارث بمعنى الكلمة، يعني ماتشات كتير قوي كانت سبب في اهتزاز دفاع الاهلي. منها ماتش الترجي، الخروج الافريقي المهين اللي حصل. منها على سبيل المثال برضو ماتش بيراميدز اللي هو كان حاسم في الدور التاني، والأخطاء الكارثية اللي حصلت منه، وتسببت في هدفين لبيراميدز، الهدف الأول والهدف التاني. حتى في كأس العالم ياسر كان عنده جرينتا وكان اجريسيف وشارب وكل حاجة، بس برضو ياسر كان عنده مشاكل قاتلة في الرقابة والتغطية. كان عنده مشاكل كبيرة أوي. ده أول واحد. تاني واحد ياسين مرعي. ياسين مرعي احنا مش عارفين إذا كان ياسين فعلا كويس ولا وحش، احنا محتارين في ياسين مرعي. ياسين مرعي ماتشات تلاقيه في التوب ليفل قوي وعامل ماتشات عالية قوي زي ماتش الزمالك الدور التاني، وماتشات بتلاقيه كارثي زي ماتش بيراميدز، وماتشات كتير شفناها معاه حتى في دوري الأبطال عمل ماتشات كويسة. فأنت ياسين أنت محتار في أمره، مش عارف ياسين إذا كان مدافع جامد ولا لأ. لما راح حتى المنتخب في البطولة العربية شفنا ماتش الأردن والكوارث اللي كانت بتحصل منه. فادي تاني لاعب برضو انت يعني مش مالي ايدك منه بنسبة 85% حتى. اللاعب التالت اللي هو مبشر شوية اللي هو هادي رياض. هو مدافع مبشر بصراحة. الماتشات اللي لعبها مش عايزين نظلمه، قدم ماتشات كويسة حتى في دوري الأبطال. ماتشين الترجي كان واقف على رجله، الماتش اللي كان في تونس كان هايل، عمله بشكل كويس مع إنه كان بيلعب على مهاجم تقيل أوي، مهاجم الترجي التونسي عفوا، اللي هو دينهو، ده مهاجم جامد أوي. اللعيب اللي بعد هادي رياض اللي احنا مش شفناه أصلا، ما نعرفش مستواه عامل ازاي، ما مش شفناه حتى في شوط حتى، فاحنا مش عارفين هو هيقدم ايه، اللي هو عمرو الجزار. عمرو الجزار احنا ما نعرفش المستوى اللي هيقدمه ايه. فانت كمان يعني مشيت احمد رمضان بكم، وما فيش اي اخبار ان انت يعني هتفعل بند الشراء. اشرف داري طبعا عارفين موضوع الاصابات، وان هو احترف شويه فتره الاعاره وبرضه رجع، وانت خلاص مش عايزه هتمشيه. فانت بتقلل عدد المدافعين، وبلس عليه كمان مفيش اي صفقه انت بتفكر ان انت تجيبها. فيا جماعة الموضوع بتاع المدافعين ده موضوع مهم قوي، ولازم الإدارة تاخد بالها منه، ولازم يبقى فيه كلام مننا، ولازم يبقى فيه زي ما بيقولوا كده
بريس على الإدارة في الموضوع ده، علشان فعلا لازم حلول، وحلول تبقى جذرية للموضوع ده، إن أنت تنهي صفقة مدافع قبل بداية الموسم. وأنا طبعا هستنى آرائكم برضو في الكومنتات، وانتوا شايفين ايه في الموضوع ده. لو انتوا برضو كلامكم يفرق ويفيد الإدارة إن احنا نقدر نتعاقد مع صفقة تفرق مع الفريق، أتمنى إن انتوا برضو لو في ترشيحات للعيبة تقولوها لي في الكومنتات. ويعني فرحان طبعا إن أنا بشوفكوا دايما على خير كده، ونشوفكوا دايما يا رب بكل خير وسعادة وصحة وجمعة مباركة عليكم جميعا. ومش تنسوا برضو تتابعونا على صفحتنا وقناتنا على اليوتيوب، هسيب لكم اللينكات والروابط في الكومنتات. وفرحان جدا بمعرفتكم كلكم.